اهلا بكم في قناتي تجربة ايمي. هنعمل مع بعض النهاردة قناع للشعر. طبعا كلنا عارفين الحنة البلدي بتاعتنا او الحنة الاسواني وجمالها واهميتها للشعر. الناس اللي بتعاني من تساقط، بتعاني من فراغات، بتعاني من ان شعرها بقى ضعيف وخفيف، الحنة يا جماعة مفعول اكتر من رائع. بتعوض الشعر عن كل الحاجات اللي ناقصاه، وبتدينا غذاء جامد جدا لفروة الراس. لازم يا جماعة كل فترة نعمل ماسك حنة للشعر عشان نستفيد بالقيمة الجميلة اللي موجودة فيه. طبعا مننساش ان ده مجرد نبات، يعني حاجة مش تأذي شعرنا ولا مواد كيماوية ولا اي حاجة ممكن تأذي الشعر، لكن يهمنا جدا المكونات اللي هنحطها على الحنة. هنستخدم مع بعض كل الحاجات اللي قدامنا دي. هنستخدم الكركديه بس كمية قليلة، عشان انا مش عايزة يكون لون شعري احمر، لاني هحط له مكون تاني هيديني لون تاني، بس كملوا معايا الفيديو للاخر. لكن انا حاطه الكركديه عشان هو فيه ميزة حلوة جدا للشعر، بيعقم فروة الشعر، دي حاجة تهمنا قوي قوي. ورق اللورة طبعا من الحاجات الجميلة للشعر. وعندنا برضو القرنفل المسمار، ده يا جماعة بيطول الشعر بطريقة جميلة جدا عن تجربة لناس كتير قوي. والروزماري، وطبعا التوم بقشره، والبصل. التوم والبصل ده للإنبات، معروف جدا الشعر اللي فيه تساقط أو فيه فراغات، أما بنستخدم له التوم والبصل بيجيب نتيجة حلوة جدا، وكلنا عارفين الكلام ده. أما باقي الأعشاب دي أي حاجات عشبية فيها غازات طيارة بتدي قيمة جميلة جدا جدا لفروة الشعر، هتديها غذاء، هتديه كثافة، ممكن بتطول معانا. يعني بالنسبة للثوم والبصل ده بيطول الشعر، ده معروف طبعا. تخيلوا بقى المجموعة الجميلة دي على بعض، اما نحطها على النار ونغليها وناخد المية بتاعتها نحطها على الحنة مع باقي المكونات اللي لسه هقول لكم عليها، هتعمل نتيجة عاملة ازاي. يلا نحط الحاجات دي على النار علشان نغليها. نبدأ بعد كده نشوف هنعمل ايه. حطيت ميه يا دوبك تغطي المكونات بتاعتنا ونسيبها تغلي، وبعد ما تغلي هنسيبها تبرد ونبدأ نعجن الحنة بتاعتنا. ادي المكونات بتاعتنا بعد ما غليتها وسبتها تبرد وصفيتها، ادي النتيجة بتاعتها. دي كل الاعشاب والكركديه والثوم والبصل. دلوقتي نبدأ بقى نخلط الحنة بتاعتنا. ادي الحنة وننزل عليها حبة حبة كده عشان ما تبقاش طرية قوي معانا. نكمل باقي الكمية بتاعتنا ونقلب كويس لغاية ما اوصل للشكل اللي انا عايزاه او للقوام اللي انا عايزاه. العجينة هنا احتاجت شوية مية، هزود لها طبعا مية عادي عشان اخد القوام اللي انا عايزاه. ودلوقتي وبعد ما عجنتها شويه، هي محتاجه لسه حبه ميه، ده انا هحط لها حبه ميه. هحط المكون بتاعنا اللي هيخلي لون الحنه مش احمر، هيخليه اصفر. ايه المكون اللي احنا نحطه للحنه يدي الشعر اللون الاصفر؟ هنحط مع بعض معلقه كركم. الكركم هو اللي بيغير لون الحنه، ما يخليش لونها الاحمر، لا هيخليه الاصفر، الاصفر الحلو كمان الهادي، مش الاصفر الزاعق. ده غير طبعا ان الكركم مفيد جدا. بعد ما عجنت الحنة كويس قوي وظبطت لها المية، ده القوام اللي احنا عايزينه، اللي هو لا تخين قوي ولا خفيف قوي. طبعا مش هحط الحنة على طول، في ناس بتسيبها ساعتين او 3 ساعات. انا بالنسبة لي بحب اخلي الحنة تبات لتاني يوم عشان تتفاعل مع الحاجات اللي احنا حاطينها لها، المكونات اللي حطيناها على الحنة، وتديني نتيجة حلوة جدا جدا. كل ما باتت كل ما كان افضل. تخمير الحنة من اساسيات نجاحها، لازم نخمر الحنة، تخميرها يعني تبات بالخلطة بتاعتها. هغطيها وبيتها، وبكرة الصبح ان شاء الله هحط لها اخر مكون عشان ابدأ استخدمها بعد كده على طول. ادي الحنة بتاعتنا بعد ما سبتها ليلة كاملة، شايفين عمل كده زي فقاقيع كده اهو، شايفين لونها حتى بدأ ياخد لون اهو. احنا كده تمام. هنحط بقى اخر مكون معانا وهو البيض. هنحط بيضة، وطبعا زي ما انتم عارفين البيض ده يعتبر بروتين طبيعي للشعر.
احنا بنغذي الشعر من كل النواحي، بنحط له كل الحاجات والقيمة الغذائية اللي تخلي الشعر يبقى صحي، ويبقى مش محتاج اي حاجة كيماوية او اي مواد من بره. هنقلب البيضة كويس مع العجينة بتاعتنا، وكده بقت عجينة الحنة جاهزة على الاستخدام. هنفردها على شعر مغسول ونضيف، مفيش فيه اي حاجة، لا كريم ولا زيت ولا اي حاجة، مغسول كويس ومتنشف كويس. يا ريت يكون مغسول من بالليل، يبقى نضيف وناشف عشان الحنة تقدر تاخد المفعول بتاعها فيه. نفردها على الشعر ونسيبها من 4 ل5 ساعات، وبعد كده نغسل شعرنا ونحط له بلسم عشان ما ينشفش مننا، وطبعا المرطب بتاعنا سواء كريم او زيت، وتشوفوا النتيجة وتدعولي. كل المكونات دي مفيدة للشعر ومغذية، هتمنع التساقط، هتطول الشعر، هتغذيه، هتخلي فروة الشعر بتاعتنا نقية معقمة من الكركديه اللي احنا حاطينه. كل حاجة حطيناها في الحنة مفيدة ومغذية ليه. جربوها وان شاء الله تجيب نتيجة حلوة معاكم. لو عجبكم الفيديو ياريت لايك وشير، واللي ما اشتركش في قناتي يشترك عشان يوصل له كل جديد.